اكتر بجد واحد منعدم الرجوله شفته في حياتي، كان عايزني اقلع يعني اكتر. يعني مثلا البس حاجه مكشوفه، ايه المشكله البسي وانا اكون مكسوفه. ما بعرفش اعوم، عندي رهاب ميه. نزلت بحيره قلت اسكيب بقى واتغلب على خوفي وكده، اول ما انزل البحر في حياتي قلت عشان هو موجود. فانا نطيت، ما اعرفش ان انا هحتاج بقى لايف جاكيت وان هي تبقى عميقه قوي، فنزلت عادي خلاص. هو بقى انا لابسه تو بيس، فواحد تاني اللي شالني خرجني. فانا بقول له انت ازاي تسيب واحد يشيلني وانا كده؟ هو انا ما بعرفش اعوم، وانت عارفه ان انا ما بنزلش والميه ساقعه. انا ما حكيت لصاحبي واحنا قاعدين قال لي هو فعلا ما بينزلش في ميه ساقعه، خلي بالك. صحابي قالوا كده بجد؟ والله العظيم اصلا في الموقف ان انا فعلا غلط ان انا نزلت، او ان هو فعلا صح انه ما نزلش ياخدني. نزلنا مش فاكره تقريبا 3 بول او كده، فاحنا الاثنين لابسين لايف جاكيت. انا مش بعرف اعوم وبخاف، بتوه جوه الميه، بخاف جدا. كان جروب فيه 3 شباب وانا وهو، فمفيش بنت غيري، فانا مش خايفه، هو عين جنبي. فواحد تاني منهم بقوا اصحابنا وكده، اتعرفنا عليهم هناك، فماسك ايدي جوه البحر بيعومني ومش راضي يسيبني، وده بيعوم بعيد اصلا اقسم بالله. بس عايزه اقول لك هو مش عامل احترام لنفسه، وانا اسفه. يعني انا ببص له تعالى، يعني انا خايفه بقى، انت فين؟ فاهم حاجه؟ فهو زهق من العوم وسابنا احنا قدام ورجع على الشط. فانا رجعت، طب ناولني الكاش مايو. يعني اي حد في الدنيا لو واحد معدي هيناول البنت الكاش مايو اول ما تطلع عشان تغطي نفسها، ده طبيعي. فهو فضل واقف، راح اللي كان معانا ده كان اسمه عصام، قام مديني الكاش مايو. هو عامه ده غلط، علشان اي حد بيلعب جيم، اي حد نرجسي، الحاجات دي بجد ديت فلاج. لان اي نرجسي ده، يعني ايه حد بيلعب جيم؟ اغلب اللي بيلعبوا جيم بيلعبوا عشان عضلات، وتلاقي بنات قوي. هتلاقي اللي بيلعب جيم ده بقى نرجسي، شخص واثق بقى من نفسه، البنات كلها حواليه، فهو مش قادر يكتفي بواحده وكده. اوريله صحابي ليه صحاب معروفين شويه على السوشيال ميديا، فاوري ده كذا وكذا بيكلموني، بس انا مش برد عليهم احتراما ليك، كلميهم ايه المشكله عشان يساعدوكي تتشهري. اوكي. وانا معايا، وانا معايا. بنات بتحب الناس اللي اوكي. لا بس ده قرف، في بنات مش راجل. لا طبعا ما ينفعش والله. يعني مهما كان انا عايزه ابقى براحتي، محدش يتحكم فيا، بس لازم يبقى انت رجولتك انت اللي تحركك. يعني وين اخوه يلا. بعد مثلا سنه حصل دروبات واذى مش عارف ايه، سيبنا بعض. شلت شعري، دخلت في حاله نفسيه. شلت شعرك زيرو خالص؟ ليه؟ علشان انا مزعل، عشان متأثر قوي، جالي فراغات في شعري زي الكريمه او الثعلبه او كده والله. بس فاضطريت اشيله علشان اعالجه، قعدت اعالج فيه كتير جدا. فالسنه اللي انا اتعالجت فيها هو سابني اول ما حلويت واتعرفت شويه ومش عارفه، جيت اكلمك تاني رجع. كل بقى انا شايفه ان احنا مش مناسبين بكل الطرق، احنا مش مناسبين وما ينفعش. كل بقى الطرق اللي ممكن تتخيلها ان هو يحاول بيها يرجع، هو رجع خلاص. عرف يرجعني، عرف يرجعني. من اول ما رجع لي وهو اصلا بدا يعك، يعني ممكن يكون قبلي ما كانش بيعك، ما اعرفش انا فتحت نفسه على القرف ولا ايه. والله العظيم هو مش خانق مع واحده، هو كذا واحده. اللي كان بيحاول يسحبها عليا كلمتني بقى، هي كان حكي لها ان احنا اصلا مش مع بعض، وان انا واحده مهووسه بيه وخلاص بقى ما فيش فين يعني. يس. في عيد ميلادي قال لي ان هو عمل حادثه، عيني بيضت، ما كنتش شايف، صحابي روحوني لحد البيت. يعني ايه عينه بيضت عشان عمل حادثه؟ كان هيعمل ليزك عادي، عمليه ليزك اللي في 5 دقايق، اللي هو اي حد عينه ملغوشه بيعمل ليزك. فانا عيني بيضت وعملت حادثه وما كنتش شايف، صحابي روحوني، فما جاليش في عيد ميلادي خالص، ما عملش اي حاجه. طيب انا كنت حاسه ان في حوار، لما هي كلمتني عرفت ان هو كان في عيد ميلادي معاها. سافرنا دهب، وبعدين هو جه معايا دهب بايه، بلبس جديد وكده عادي، مسافرين، فبنجيب اللبس اللي هو جه بيه دهب هي اللي مختارهوله. ان انا بحب الباتر فلاي، الفراشات يعني. فجاب بقى نكلس كده وقال لي بصي طلبتها لك اونلاين، مش عارفه ان انا بفكر فيكي مش عارف ايه، قلت لك كذا انا بفكر فيكي مش عارف ايه. بعدها لما هي كلمتني برده لقيت ان هو اداها لها هي، ولا زعلانه منه، قام مديها النكلس اللي هو جايبها لي. الاكتر احنا في دهب ماشي، احنا واقفين اهو زيك كده، صوريني. فاوكي طب ابعتها لي بقى على الواتساب بسرعه. ليه بيبعتها لها؟ ايه رايك في اوتفيت النهارده وانا معاه، انا جنبه.
احنا قاعدين في لاجونا او كده وبنشوي فراخ للصبح وشغالين مزيكا ومش عارف ايه، فبيصور لها الفيو جدا والنار بقى والفراخ اللي بتتشوي. ايه رايك احنا بنعمل الاكتيفيتي بقى كلها وانا جنبه فيها. فرجلي بانت طبعا، دهب كلها شورتات، فرجلي بانت فبتقول له في مين اللي جنبك دي؟ لا دي واحده معانا في الجروب اسمها اشرقت. انا قفشت شتات بقى. تمام. خلاص الشات بتاعهم كله لطافه بقى، مش عارف ايه، عارف وحشتني مش عارف ايه خلاص. طب امسكي حاجه اثبتي ان انا مصاحبها عليكي. خلاص طيب بس كبينا. طيب بعد اذنك احترمني، ما تكلمهاش على الاقل وانا جنبك، كلمها لما ترجع ممكن. نزلنا في نفس اليوم بالليل قاعدين في كافيه على الممشى، برضه بيتست معاها، برضه بيتكستنج برضه. خلاص ماشي، خلاص بقى انا خلاص كل ده عديته، كل ده عدى وانا قفشت شويه شتات. خلاص كل ده عدى. وسامحت؟ لا ما سامحتش طبعا. طيب. كل ده بقى احنا في دهب وانا قلت انا هرجع اخد قرار. رجعنا ايه بعد ما نزلنا من الباص فخلاص. اول حاجه قالها لي بصي لما تعرفي بقى غلطك ابقي كلميني عشان انا زهقت. انا مش برد اي اذيه، انا اصلا ما عملتش اي حاجه، انا مشيت متخانه وبجد اتظلمت وكده، والله ما عملت اي حاجه. انا قلت بس انا مش مسامحه وربنا هو اللي رجعنا ما اتكلمناش شهر كامل. هي كلمتني اتاري بقى هي اصلا هو مش معرفها. المهم عرفت كل حاجه. احنا الاثنين بقى قعدنا نتكلم وعرفنا ونزلنا مره وعرفنا كل حاجه. اقنعتني وكده ان احنا نقعد قاعده ونجيبه ونواجهه بقى بخيانته وكل الكذب اللي عليا وعليها. خلاص انا جيت وهم قاعدين، انا جيت خلاص، هو اما شافني اللون اتخطف كده من وشه واتخض، وبعدين قاعد بقى ما بيتكلمش. قلت له بص انا جايه اسال سؤال واحد، هي مين دي؟ عايزه اعرف مين دي اللي بتجري وراك، هي مين قدامهم؟ قدامهم، هم كلهم قاعدين خلاص. فبقول له مين دي وكده، قال لي مش هرد عليكي بتعبير وش فيها اشمئزاز. بجد اكتر حاجه يعني اقل توقع توقعناه ان هو خلاص بقى انت انسان اتجاب الاثنين اللي انت حاولت عليهم والانسان اللي فيها اعتذر قدام، اعترف بخيانتك، مش عايزين عذر، كده كده انا همشي، انا مشيت اصلا خلاص. فالرد قال ايه؟ انت كدابه وانا ما كنتش اصلا في علاقه معاكي، يعني ما كناش في حاجه، احنا كنا اصحاب، يعني احنا مسافرين، اسافر معاك ليه لو انت صاحبي؟ ويعني انا اصلا اتاذيت منه قوي لان انا اتعشمت فيه قوي، لان انا كان عندي مشاكل من اهلي وحياتي بقى القديمه وكده. اللي يشوفني يقول فتفوده وكده، بس اقسم بالله حياتي كانت صعبه جدا، حياتي ستيل صعبه. بس ومن بعدها بقى ما عرفتوش تاني، هو اصلا البنت كملت معاه؟ كلاون اكتر منك. انا والله العظيم قلت لها هي مش حربايه، هي كلاون. مش عارفه تصدق مين، وعين الموضوع باين جدا في القعده. قلت لها بصي انت صدقني، انت عايزه تصدقيني مش فارق معايا، وانا لو عليا والله وحلفت انا فعلا عايزاكي تصاحبيه عشان تكتشفي بجد الانسان المريض اللي انا بتكلم عنه، عشان انا اللي كنت معاه خلاص. وبعدها هي قالت بقى هسامح وهسكب وكده، انا مش عايزه اخسره. اما هو اللي سابها. بجد ليه ما بص مش عارفه، ممكن يكون بس الحمد لله يعني، خصوصا ممكن اكون ربنا يسامحني، اكيد بعمل حاجات غلط، كلنا بنجاهد وكده، بس انا مع الناس دي انا بجد ما عملتش اي حاجه، ما اذيتهمش في اي حاجه ومعاهم للاخر. اعمل ايه؟ واهلي الزمن رجع اكيد مش هرجع تاني. لا عادي، عارف ليه؟